نغمة دايرة كده يا جماعة إن النادي الأهلي خلاص كسب ماتش الزمالك، إن النادي الأهلي ضمن المباراة. النادي الأهلي هيكسب كام؟ واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة؟ مين اللي هيجيب الأهداف؟ النغمة دي يا جماعة خطر جدا على النادي الأهلي. يا ريت نتعلم من اللي حصل في السوبر الأفريقي. كنا داخلين بنفس الثقة إن إحنا هنكسب وهنكسب سكور، مرة واحدة خسرنا المباراة بضربات الجزاء. مش عايزين نكرر نفس أخطاء الماضي. نادي الزمالك هيفضل نادي كبير. نادي الزمالك هيفضل ليه فرصة كبيرة برضه في المباراة، بصرف النظر عن انه معين مدير فني جديد، وبصرف النظر عن جودة اللعيبة اللي موجودة في الفرقة حاليا. فلازم نخلي بالنا، لازم نلعب بمنتهى القوة، لازم نلعب بروح النادي الأهلي. لازم كل لعيب في الفرقة يكون عنده إصرار وعزيمة ان احنا لازم نكسب المباراة دي، علشان احنا ما عندناش اي بديل غير المكسب. فلازم نركز في كل مباراة وفي كل نقطة، ومفيش مجال للتفريط في اي نقطة. وانا من وجهة نظري ان نادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك هيخش المباراة دي بمنتهى القوة لسببين. السبب الاولاني ان نادي الزمالك مش ضامن قوي ان هو يحقق بطولة الموسم ده، وبالتالي مباراة النادي الاهلي بالنسبة له هتبقى مباراة مفصلية. الفوز فيها بالنسبة له هيبقى بطولة في حد ذاتها، ممكن يفتخر بيها طول الموسم ان انا كسبت النادي الاهلي حتى لو ما خدتش ولا بطولة. السبب التاني ان انتصار الزمالك في المباراة دي ده معناه ان وجهة نظر ميدو صح، وهيطلع ميدو يقول لك انا كنت صح في اختيار جوزيه بيسيرو، وهيبقى تأييد لوجهة نظر ميدو ولجنة الكورة اللي موجودة دلوقتي في نادي الزمالك، وهتدي ثقة كبيرة جدا لنادي الزمالك في بقية مباريات الدوري. فمش عايزين ندخل الزمالك تاني في المنافسة، ويا ريت نلعب بروح النادي الأهلي. السلام عليكم.